واحدة بقى من المشاكل اللي تقريبا كلنا بنعاني منها الانتفاخات، كركبة البطن، الصوت الغير مريح، بعض الأحيان إحراجات، زائد طبعا مشكلة الوضوء والصلاة، كل ده مرتبط ببعضه مع الانتفاخات. بتزيد أكتر معانا في رمضان. خلينا نفهم كويس قوي إن الانتفاخات دي بتكون ناتجة عن شوية مشاكل، أهمها يا إما الأكل ما بيقعدش فترة كافية عشان يتهضم، يا إما عندي مشكلة في البكتيريا اللي بتساعدني على الهضم. الحلويات، كل ما ياخد سكر كتير، كل السكريات بيحصل لها عملية تخمر سريع، طلع لي غازات كتير، نوصل لمراحل تشبه الانفجار. خد عندك كمان الناس اللي كانت عندها مشكلة اصلا مع شرب الالبان ومشتقات الالبان قبل رمضان. طبعا ما بنخش في الاكل معانا في رمضان البشاميلات بقى والحاجات اللي معموله باللبن، سواء كانت عصاير، غير كمان طبعا مشتقات الالبان الكتير اللي بنستهلكها، كل دي بيحصل لها جزء من التخمر وتطلع لي غازات، وبرضه بالهنا والشفا يحصل عندي انتفاخات. نيجي بقى للبكتيريا اللي هتساعدني في الهضم. خد بال حضرتك ان احنا عندنا جوه القولون بتاعنا في كده كائنات مأجراه ايجار جديد، في عمليه كده انتفاع بيننا وبينه. الاجره بتاعتها بتديها لنا عن طريق مساعده في الهضم وشويه فيتامينات بتديها لنا، قصاد كده هي واخده القولون كله. اي حاجه هتاثر عليها وعلى عددها وعلى حياتها وعلى شغلها هتاثر مباشره عندك على شغل القولون، ومع الوقت على فكره واحده من ضمن اسباب القولون العصبي. طيب انا اجيب البكتيريا دي منين؟ اول حاجه اوفر اكلها يعرف باسم البريبايوتكس، وغالبا هي بتكون الالياف اللي موجوده عندي في الموز، واللي موجوده عندي شويه في العسل الابيض، موجوده عندي في الفواكه، وموجوده عندي كمان في الخضار. طيب الحاجه الثانيه ان انا ما بموتهاش. انا بموتها طبعا بموتها، لما احرمها من الاكل بتاعها واديها كميات كبيره من السكريات المباشره بتؤدي مباشره لقتلها، زائد كمان كميات الدهون عندي في الاكل كل ما تكتر تموتها، فاوصل بعد كده ان القولون بتاعي فاضي، فرص ان تسكن مكانها بكتيريا ثانيه تعمل عمليه تخمرات للاكل هي اللي تؤدي بعد كده عندي الانتفاخات. الحل الثاني ان انا اخدها هي نفسها او اخد البروبايوتكس بنفسها. الفرصه بقى الحلوه في رمضان ايه؟ ان تقريبا كلنا بنتسحر زبادي، واحد اعلى مصادر البروبايوتكس هي الزبادي. فحضرتك حافظ لي على كوبايه الزبادي بتاعتك في السحور على مدار الشهر الكريم، وبعد كمان الشهر الكريم هترجع تاني كميات كبيره وكميات كويسه من البروبايوتكس جوه القولون بتاعك. ما تنساش في عندنا حاجات تانية مليانه بالبروبايوتكس ما بناخدش بالنا منها، وبرده ميزه برده في رمضان وهي استخدام الجبن الفرمنتد. عارفين يا جماعه الجبن كل ما طعمها حدوقيتها تزيد والانتنسيتي او حده الطعم تزيد، زي الجبنه الشيدر القديمه، زي الجبنه الجوده، زي الجبنه الفلامنك، ويا سلام الجبنه الريكفورد. الجبنه الريكفورد هي اعلى مصدر موجود في الارض بيحتوي على البروبايوتكس. هتحسن الكميات اللي بتاكلها من هنا مع طبعا الزبادي اللي اتكلمنا عليه من شويه، والحفاظ على الالياف عشان تكون هي مصدر الاكل بتاعها فتنميها اكتر. هتلاقي نفسك مع الوقت بدات تقل عندك اعراض الانتفاخ، وكمان فرص ان يجي لك القولون العصبي. افتكر دايما ان صحتك اهم.